يلا سديت الفيديو مازال ما كملت واحد الفكره بغيت نقولها. انا المشكل ديال الهويه ولا السؤال ديال الهويه ما عمر ما شكل لي انا اشكال ولا حرج، ولا انا كنفتخر. ماشي كنفتخر زعما كنفوح، كنفتخر يعني معتز واشد الاعتزاز بالصفه التي اوجدني الله بها في هذه الارض، وبالوالدين اللي عندي وبالاصل ديالهم. انا مرتاح الحمد لله. هادشي اللي دار لي عطاني الله عز وجل، هذا ما تعبت فيه ما والو. انا ما كنحشمش منه وما كنتخباش به، بالعكس انا كنقول جدي كانوا مقاومين. انا فاش كنتلاقى مع جده ما كنسولها جده شحال ديال خيزو في البلاد ولا شحال ديال كذا ولا شحال ديال الزيت، ولا انا كنسول جده على باها، على جدي كان مقاوم. عاودي اش كان تيدير في الاطلس المتوسط حماد وحنصال، عاودينا قلنا الاشعار اللي دونوا الامازيغ في مقاومه العدو. ما عمر ما كان عندي مشكل هذا، ولكن انا كنسائل هاد المدعين المتمزغين ولا المتامزغين ولا كما كيتجمعوها، اللي كيدعي الامازيغيه والامازيغيه منه براء. علاش انت ما عندكش مشكل مع فرنسا اللي قتلت لك جدودك؟ ما عمر ما سمعناكم كتحاربوا فرنسا ولا كتحاربوا الفرنسيه، ولا انتم حياتكم كلها العرب. راجع ل 1400 عام باش تقلبوا على ادريس واش كاين ولا ما كاين. قال لي لا ادريس راه محال كاع، واش كاين ادريس مولا ادريس الاول؟ احنا كاع ما لقينا. ما كانش قبيله اوربا، ما كانش تحيد انت رشيد من التاريخ، تحيد اوراق هذاك اللي زوجوا بنته بكنزه، تحيد كنزه من التاريخ. تحيد كون كان هذا ادريس هذا كتب شي كتاب ولا قال انما انا امازيغي واتبرأ من العرب، كنت بدوه، كون جبتو الاركيولوجيا حفرنا واحد التقبه ولقينا فيها واحد التصويره ديالو، ولا لقينا فيها واحد الحاجه وها هي ديالو، راه نقشوها في واحد الحجره صوروه صفقوا شي واحد بشي جوره باق وبقات التصويره ديال مولاي ادريس هو كاين. اما دابا لا مشكل مولاي ادريس، مشكل ادريس ما كاينش. شوف كيفاش كيشكك. عندك شي ادله؟ لا. حتى المارينيين عاد خطوا القبر ديالو. وعندك شي دليل على هيرودوت كاين؟ فين هو القبر ديال هيرودوت؟ عندك شي دليل على افلاطون وسقراط؟ كتجيب لنا داكشي ديالهم مسدود. عندك شي قبر ديال شي شنق ولا سميتو؟ هذاك الشيء اللي بغيتي. هذه الانتقائيه ديال الانتقائيه، والتاريخ يكتبه المنتصر. هذه التاريخ يكتبه اكبر كذاب في العالم، هي هذه التاريخ يكتبه المتحامل، هي هذه دابا اللي بيديروا لنا حنا. ولكن باذن الله راه ما غنسكتوا لكم. حنا مشينا الحمد لله باش نقراو ونبحثوا، باش اننا نقولوا للمغاربه الاصل ديالهم. هادو بغا يعزلوا المغرب. المغرب هو اصلا كما قال العرب جزيره. المغرب يحيط به المحيط من الغرب، والبحر الابيض المتوسط من الشمال، ومن الجنوب الصحراء الكبرى. المغرب هو شبه جزيره. بقى لنا داك الخيط اللي بيننا وبين خوتنا الجزيره ومقطعوه بالسياسه، ودابا بيفصلونا على الهويه ديالنا المشتركه، بيفصلونا عن تاريخنا، بيفصلونا عن الدين الاسلامي. المغرب ما عمره ما تبرى من العرب، ما عمر المغاربه ما تبراو من العرب. كان المغربي كيمشي حتى للحج ويرجع وتيبقى مغربي. ما عمر ما كان عندهم مشكل العرب ولا مشكل مع العرب. العرب ما احتلوا ارضنا، ما داونا خيراتنا، ما والو. العرب ما عمر ما داروا لنا شي مصيبه. المصائب اللي احتاجت من المحتل هي اسبانيا باقي محتل لك ارضك اليوم من هذا. وتخيل معايا دابا شكون اللي كان حتى سبتهم من اللي كان محتل دابا السعوديه ولا قريش، شي دوله سميتها دوله قريش، الدوله الامويه. كاع ما غيسكتوا هاد العبيد هادو، والله ما يسكتوا. غيبداو يبكيو وكذا، ولا المسلمين واش الله اش قال لكم، واش القران ديالكم؟ راه اغلبهم راه بعاد على الدين، لا على باش نعرفوا. وما يقدروا يقولها لانه مش ميت. راه اللي عنده دسيسه في المعدن ديالو، راه الناس معادن. كاين الناس اللي ذهب، وكاين الناس اللي نحاس، وكاين اللي بزاف الناس راهم ما جالوق. ما يقدرش يكون راجل يقول لك انا كافر، انا ملحد، انا لا ديني. انا ما يقدرش يقولها. علاش؟ باش يستغل اكبر عدد ممكن من السفهاء ومن الضعفاء. لان مشى قال لهم انا كافر، انا كنضرب الدين ديالكم، ما غيتبعوش. هو ماشي راجل. وخوض الحرب ديالك بكامل شخصيتك. تكاد الهويه، الله برز الهويه ديالك الحقيقيه والفكريه والدينيه كما هي. حتى الناس فوق الطبله قول لهم انا اش كنكون، اش كنكون. يلاه انا دابا غنهضر. ما يتبعوش الناس، يعرفوا بانه هو جاي باش انه يضرب الدين ديالهم. وحنا الحمد لله عايقين بهم. هاد الناس هادو عارفينهم، وباذن الله لهم بالمرصاد. واخا درنا شويه ديال التجاره، ولكن باذن الله مره غادي نشوفوا نجبدوا لهم شويه ديال الودنين. السلام عليكم.